ازيكم عاملين ايه؟ في مدرسة كده في التغذية انا بالنسبة لي هي غريبة شوية، اللي هو كل زي ما انت عايز لحد ما تشبع وهتخس. الفكرة انه انا لما باجي اعلم عن التغذية او احنا بنتجه ناحية فكرة التغذية لما بنكون عايزين نفقد وزن، اللي هو جاي نتيجة ان انا باكل كتير فزدت في الوزن، وبختار انواع غلط كمان في الاكل فبزيد في الوزن. يعني حاجتين، اكلت كتير وبختار انواع مش صح. ففكرة ان انا حد عايز يفقد وزن اقول له كل زي ما انت عايز بكميات كبيرة حتى لو انواع كويسة لغاية لما تشبع وبعدين هتخس، هي عمليا مش صح او مش بتنجح. ليه؟ لانه انا لما بيكون وزني زيادة قوي انا معدتي بتبقى كبيرة جدا، وعندي شراهة شوية في الاكل، وعندي اكل عاطفي، وعندي كذا مشكلة هي اللي سببت زيادة الوزن. فان انا اروح لحد عايز يفقد وزن واقول له كل زي ما انت عايز وهتخس حتى لو الانواع الكويسه، حتى لو من غير كربوهيدرات ودهون قليله وكل حاجه، هو مع الاسف هيزيد في الوزن. ليه؟ لان انا مش حاطه له دايت بلان محسوب السعرات. على النقيض الاخر لو رحت لحد وقلت له قلل اكلك، اوكي، اقلله لحد فين؟ قلل اكلك. فالناس بتعمل ايه؟ تقوم شايله اكل كتير جدا هي محتاجاه، وتيجي عند الغلبان يا عيني اللي هو مهم جدا عند الدهون وتقللها جدا، او ممكن كمان تشيلها. كل حاجه خالي الدسم، كل حاجه. وده مش صح، لانه احنا هرموناتنا وجسمنا والخلايا وشعرنا وكل الحاجات دي محتاج لنسبه من الدهون محسوبه. فعشان كده قله السعرات قوي مش صح، لانها هتيجي وقت وهتوقف الحرق وهتبقى همدان وهتبقى تعبان وهتبقى مش قادر تعمل النشاط اليومي بتاعك. ولو قلت له كل زي ما انت عايز لغايه لما تشبع حتى لو نوعيات كويسه اللي هي من غير نشويات ومن غير دهون، برضو دي بتبقى حاجه مش صح، لانه بناخد اكتر من احتياجنا. لان انا في مرحله شهيتي مفتوحه وعايزه اكل كتير وعندي حب للاكل، انا لسه في الاول، لسه ما خسيتش. فانسب حاجه واحسن حاجه هو اختيار نوعيات اكل كويسه، زائد حساب السعرات بتاعي. انا لازم احسب سعراتي، لازم احسب احتياجي، انا محتاج قد ايه من الالبان، قد ايه من البروتين، قد ايه من الخضار، النشويات بتتحسب على اساس ايه؟ على اساس حاجات كتير قوي. نشاطي، هل انا شخص قاعد طول النهار على المكتب ولا انا بتحرك وبروح وباجي؟ في ناس بتمشي بالساعات، ده شغلها كده. هل انا بروح الجيم 3-4 مرات في الاسبوع ولا انا ما بعملش اي نشاط خالص؟ كل الحاجات دي هي مقياس ان انا احط السعرات بتاعتي الحرارية. هل انا بلعب حاجات سباحة وتنس وحاجات زي كده، ولا انا بشيل اوزان فانا محتاجة ازود في حاجات واقلل في حاجات؟ فموضوع تظبيط الاكل ليه بيفشل وليه بيخلينا ان احنا نكتئب ونتضايق؟ لانه انا مع نفسي قررت انه انا هقلل قوي فبتعب قوي وبضعف وبيبقى ما عنديش طاقة، فبكره الدايت باللي بيقول لي اعمل دايت، او بزود قوي في الاكل فبلاقي انه مفيش نتيجة فبرضه بتضايق يعني بسيب الدايت وباخد فكرة عنه مش صح. الاتزان مهم قوي. لو انت حابب ان انت تعمله لوحدك حاول دور واسمع واتفرج وافهم الدنيا بتبقى ماشية ازاي. بس ده لو انت عايز تنجز بسرعة، انا عاملة عروض للفرد وللفردين. يعني ليك انت لو حد واحد هساعدك ازاي بداية من 3 شهور. ليه 3 شهور؟ لانه انا جسمي وانا جاي من زيادة الوزن، انا هرموناتي اتبهدلت شوية نتيجة سوء التغذية والاكل الغلط اللي انا اكلته. فبناخد وقت شوية لغاية لما الجسم يتعود على النظام الصح في الاكل. فحسب الوزن بقى، في 3 شهور، في 5، في 6، حسب النظام بتاعك. ده موجود للفرد وموجود للفردين. طبعا في اوفر اعلى لو 2 عشان اشجعكوا اكتر انه انت واي حد شريك حياتك، حد من اصحابك، تتشجعوا ان انتوا تعملوا دايت بلان مع بعض. ميرسي ليكم.